نرجع للشيخ حسن. نعم. انا شايف حضرتك وانا عندي ليه سؤال للشيخ حسن. انا بيقابلنا بعض المشاكل يا شيخ حسن بصفتك انت متخصص في هذه الجزئيه المهمه. بيقابلنا مشكله الاعشاب مسمياتها القديمه ومسمياتها الحديثه، المسمى العلمي، المسمى الشرقي، يعني زي الاسماء اللي موجوده في منطقه الخليج والسعوديه ومنطقه مصر والشام ومنطقه المغرب العربي. قد يكون العشب، هل يوجد معجم او يعني فهرس نقول الاسم القديم، الاسم الحديث، الاسم العلمي، الاسم في الشام، الاسم في المغرب؟ ان احيانا نصف، يعني انا في زياراتي مثلا للخليج او للمغرب اصف عشب اجد العشابين لا يعرفوا معنى هذا العشب. مشكله خالص. نعم. اتفضل. هو في يعني للاسف الشديد هو في تقصير خاصه منا كمسلمين في هذا المجال. مفيش بحث، مفيش جد. يعني لو نظرنا الى معظم الكتب تلاقي اسماء، يعني مثلا لو على سبيل المثال اسم يختلف من دوله لدوله. يعني مثلا على سبيل المثال لسه ضاربين المثال اللي هو رعر ايوب والحبل، وضربنا مثلا ده يعني مثال، وفي نفس في دوله واحده وهي مصر، دوله واحده، وبيتغير المعنى من مكان لمكان. فللاسف في تقصير شديد يعني يحتاج الى دعم، وبندعو العلماء ان هم فعلا يبحثوا في هذا المجال. طب لانه بدون قطع كلام حضرتك، ليه احنا عندنا مثلا في الادويه، في يمكن الدكتور عبده يشاركنا في النقطه دي بعد الجزء الثاني ان شاء الله. عندنا مثلا حاجه اسمها فارماكوبيه اللي هي دستور ادويه تمام موحد. تمام. يعني في دستور ادويه بريطاني انا عارف كل الحاجات اللي فيه. ليه ما يبقاش في دستور ادويه اعشاب جامع بحيث يبقى في لغه موحده اللي في مصر يفهمها واللي في امريكا يفهمها واللي في استراليا يفهمها واللي في السعوديه يفهمها؟ يعني الدرج او العشب يبقى ليه كومن نيم لينا كلنا، هو يعني او اسم عام. يعني هو ده شيء جميل جدا ويا ريت، ونتمنى من الله عز وجل يعني اطالب يعني كل من هو يحب سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم ان هو يطالب يعني الاشياء اللي ذكرت في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم معروفه. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري خير ما ذوتم به الحجام والقص البحري. ما في القص البحري معروف خلاص على جميع العالم كله، القص البحري معروف. بس للاسف الشديد يعني هو بيحتاج الى، يعني انت عندك اكثر من 100,000 نوع من الاعشاب، 100,000 نوع تقريبا. طب عشان يتعمل المعجم زي كده محتاج يعني مجهود كبير جدا. ويعني الحمد لله رب العالمين في بعض العلماء ما شاء الله دلوقتي بيبحثوا في هذا المجال، ربنا يا رب يوفقهم اللهم امين. ناخد اتصال.